ويعتبر ان نظره للشيخ اكتر من الاكل والشرب. يعني لو كان جعان وعطشان وراح بص للشيخ بتاعه والجوع والعطش ده ما راحش، يعرف انه مش مريض صبر. أعوذ بالله. طبعا يا جماعه اللي شفتوه في الفيديو ده شيخ الطريقه البدنجانيه والله العظيم هي مش ماشيه معاه الا كده. والله العظيم يا جماعه الواحد بيشوف حاجات اليومين دول، يعني الله المستعان. والله يا جماعه ان الراجل ده يعني عنده طريقه زي الطرق اللي هي الصوفيه، الطريقه الرفاعيه، الطريقه ده بقى اسمه صاحب الطريقه التيجانيه. تمام، تخش على الصفحه، يعني انا دخلت على الصفحه والصوره بتاعته، والله يا جماعه لقيت تعليقات زي ما انتم شايفين كده، حاجه صدمه. يقولوا له انت الرسول وانت اللي بتجيب لنا الخير وانت معرفش ايه ده يا جماعه، ايه ده؟ الناس بقى عندها كميه جهل، مفيش عقيده، مفيش توحيد، الناس ما تعرفش اي حاجه عندنا. تخيل لما شخص زي ده واحد يقول له انت الرسول وانت معرفش النبي وانت اللي بتجيب الخير ومدد يا سيدي وحاجات ما انزل الله بها من سلطان. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كل هذه الطرق طرق بدعيه. يعني الناس اللي بتتبع الناس دي والله صعبانين علي. انتوا يا جماعه بتتبعوا ناس مبتدعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكفاية بس الحديث ده اللي في صحيح البخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ده يا جماعة حديث نخليه منهج في حياتنا. اللي بيعمل عمل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا العمل يرد عليه. فالطريقة الكركرية والطريقة اللي مش عارف الرفاعية والطريقة معرفش ايه ومدد يا بدوي، كل هذه الطرق طرق شركية وكلها طرق بدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم يا جماعة الواحد بيخاف قوي كمان على أتباع الناس دي. الناس يا جماعة دي ليهم أتباع كتير جدا، يعني انت لو دخلت في الكومنتات وشفت الناس اللي بتتبع الناس دي انت تتصدم. وده يا جماعة سبحان الله للأسف الشديد تربية يا جماعة، التربية على التوحيد والعقيدة وعلى الإيمان مهمة جدا أوي يا جماعة. فخلي بالكم من أولادكم وربي أولادكم على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد الصحيح. لأن أنت ممكن ما تعرفش بنتك أو ابنك يشوف شيخ من الطريقة دي يعجبه، تلاقيه اتبعه، سبحان الله ما فيش حد يعني صعب عليه الفتنة. فخلي بالكم من أولادكم وربنا يسترها والله يا جماعة على الحاجات الغريبة اللي الواحد بيشوفها دي. الله المستعان، جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.